يا أهلا بيكم في حلقة جديدة من نبضة وعي. النهاردة احنا هنتكلم عن موضوع خطير جدا وحساس في نفس الوقت. هنتكلم عن الشخص اللي هو المفروض بيكون مصدر أمان لكل حد فينا، وهو الحب غير المشروط. هنتكلم عن الأم، بس دي مش أي أم. هنتكلم عن الأم النرجسية، الأم اللي حبها بيتحول لفخ وحضنها بيتحول لسجن. في مجتمعاتنا الأمومة هي قدس الأقداس، ممنوع ننتقدها وممنوع نشكك فيها وممنوع نقول إنها ممكن تكون مصدر أذى. لكن الحقيقة اللي بنشوفها كل يوم في العيادات النفسية إن في ملايين من الأبناء بيعيشوا في جحيم صامت، بيحاولوا يفكوا شفرة العلاقة السامة دي. النهاردة هنغوص في أعماق النفس البشرية وهنحاول نفهم إزاي الأم اللي هي المفروض بتكون مصدر الحياة بتتحول ذات نفسها لمصدر للموت النفسي، وإزاي نقدر ننجو من الفخ ده من غير ما نحس بالذنب. أنا دكتورة أمنية، ودي حلقة مش مجرد كلام، دي صرخة وعي لكل روح موجوعة. اسمعوها بقلبكم وشاركوا الوعي ده عشان ننقذ اللي نقدر عليه. أول ما بننطق كلمة نرجسية مع أم بنلاقي جدار من الإنكار. إزاي تقولي كده؟ دي الأم دي جنة، دي اللي شالت وسهرت وتعبت. أنا معاكم، مش مختلفة على إن الأمومة رسالة مقدسة، وإن الأم دي أهم حاجة في الكون وفي الدنيا، وهي اللي بتساعدنا إن احنا نكمل الحياة. بس اللي بتكلم عنها النهاردة الأم النرجسية، والنرجسية دي مرض، والمرض ما بيفرقش بين أب وأم. الأم النرجسية مش هي الأم اللي بتزعق أو بتتعصب، كل الأمهات بشر وبيغلطوا، إنما الأم النرجسية هي اللي عندها احتياج مرضي إنها تكون محور الكون. هي اللي بتشوف ولادها امتداد ليها، كأنهم اكسسوار أو جايزة بتتباهى بيها قدام الناس. لو نجحت ده نجاح ليها هي، ولو فشلت فانت كسرتها وفضحتها. تخيل معايا كده طفل بيفتح عينه على الدنيا، بدل ما يلاقي حضن بيحتويه بيلاقي مراية الأم، عايزة تشوف فيها جمالها هي ونجاحها هي. لو الطفل ده عيط هي بتحس ان عياطه إهانة ليها. انت بتعيط عشان تكسرني؟ انت عايز الناس تقول عليا أم وحشة؟ هنا الطفل بيتعلم من أول يوم إن مشاعره ملهاش قيمة، وإن القيمة الوحيدة هي رضا الأم. الطفل ده بيكبر وهو مش عارف مين هو، ولا إيه اللي بيحبه ولا إيه اللي بيكرهه. كل اللي يعرفه هو إزاي يرضي الأم. الأم النرجسية عندها قدرة رهيبة على غسيل الدماغ، بتقنعك إنها بتعمل كل ده عشانك، وهي في الحقيقة بتعمله عشان صورتها هي أستاذة في لعب دور الضحية. عمرها ما تغلط، ولو واجهتها بغلط تقلب الترابيزة عليك وتقولك أنا اللي سهرت وتعبت وشقيت وفي الآخر دي جزاتي. هي بتستخدم الذنب كأنه ريموت كنترول بتتحكم بيه في مشاعرك وتصرفاتك، وبتستخدم الدين والمجتمع والتقاليد عشان تعرف تحكم قبضتها عليك كويس. الجنة تحت أقدام الأمهات بتتحول لسيف مسلط على رقبتك يمنعك من أي محاولة للتحرر. خلوني أحكي لكم قصة هبة، قصة وجعها ملوش حدود. هبة بنت جميلة جدا، ناجحة جدا في شغلها ومخطوبة لشخص هي بتحبه. لكن هبة كانت بتجيلي العيادة وهي منهارة، والسبب أمها. تخيلوا، الأم كانت بتغير من بنتها. لما هبة كانت بتلبس فستان جديد الأم تقول لها ده مش لايق عليكي، ده مبين عيوب جسمك. أنا لما كنت في سنك كنت أرشق منك بكتير. لما هبة تنجح في شغلها الأم بتقول لها عادي، ما أنا اللي علمتك ودخلتك أحسن المدارس، ولولايا ما كنتيش بقيتي حاجة أصلا. الأزمة الكبيرة حصلت في فرح هبة. الأم قعدت أسبوع قبل الفرح تعيط وتدعي المرض عشان هبة مشغولة عنها بالتجهيزات. ويوم الفرح الأم لبست فستان أبيض، تخيلوا، فستان أبيض زي فستان العروسة بالظبط، وقعدت طول الفرح تشتكي للمعازيم إن هبة مهملة وإن العريس خدها منها، وقلبت فرح بنتها لمناحة عشان بس تكون هي مركز الانتباه. هبة كانت حاسة إنها مخنوقة، كانت بتسألني يا دكتورة هي أمي بتكرهني؟ الصراحة كان الرد صعب جدا إن أنا أقول لها أو لأ، عشان الحقيقة هي مش بتكرهها،
هي مش شايفاها أصلا، هي شايفة نفسها فيها وعايزة النسخة المثالية اللي هي فشلت تكونها في نفسها. الأم النرجسية بتشوف نجاح بنتها تهديد لجمالها وشبابها، فبتحاول تكسرها عشان تفضل هي الأجمل والأهم. والأسوأ إنها بتزرع في البنت الفكرة ديت إنها ناقصة أو إنها مش كفاية، فالبنت تفضل طول عمرها بتدور على رضا الأم ده، أو بتدور على شخص تاني يديها الإحساس بالقيمة اللي عمرها ما أخدتها منها. بيت الأم النرجسية هو عامل زي المسرحية بالظبط. الأم هي المخرج، والولاد هم الممثلين اللي لازم يمشوا على النص. عندنا 3 شخصيات دايما في البيت ده. أول شخصية هو الطفل الذهبي، ده اللي الأم بتختاره عشان يكون واجهتها، تنفخ فيه وتمدحه وتخليه يحس إنه أحسن من إخواته، بس بشرط إنه يفضل خاتم في صباعها. الطفل ده بيطلع هش جدا لأنه متعود إن قيمته مرتبطة برضا أمه، ولو غلط غلطة واحدة بيتحول من ذهبي لمنبوذ في ثانية. الطفل الذهبي ده بيكبر وهو عنده مشكلة في تكوين هويته، لأنه عمره ما كان نفسه، كان دايما انعكاس لرغبات الأم. تاني شخصية معانا هو كبش الفدا، وده اللي بيشيل كل بلاوي البيت، هو الشماعة اللي الأم بترمي عليها فشلها وغضبها. لو الأم متخانقة مع الأب تدخل تضرب كبش الفدا، ولو هي حاسة بالملل تتنمر عليه. الطفل ده بيطلع عنده غضب مكتوم أو اكتئاب، لأنه طول عمره بيسمع إنه فاشل ونحس وإنه سبب مشاكل العيلة كلها. لكن المفارقة إن كبش الفدا ده ممكن يكون الأقوى نفسيا على المدى الطويل، لأنه بيتعلم إنه هو يقاوم ويحارب عشان يثبت نفسه. تالت شخصية معانا هو الطفل المنسي، وده اللي ملوش وجود أصلا. الأم مش بتشوفه، لا بتمدحه ولا بتنتقده، يعني نقدر نقول زيه زي قطعة الأساس اللي موجودة في البيت. الطفل ده بيكبر وهو حاسس إنه شفاف، ملوش قيمة، ملوش صوت، بيتعلم إنه هو يختفي علشان ما يتأذيش، وبيفقد القدرة على التواصل مع الناس أو حتى إنه هو يعرف يعبر عن نفسه. ده اللي ممكن يكبر ويبقى شخص انطوائي جدا، أو شخص بيحاول يلفت الانتباه بأي طريقة حتى لو كانت غلط. الأم النرجسية عندها طريقة كده علشان معينة عشان تعرف تتعامل مع أولادها، ال3 شخصيات دول، بس طريقة خبيثة شوية، تقدر توقع الإخوات في بعض. بتروح للطفل الذهبي تقوله أخوك بيحسدك ومستخسر فيك اللقمة، وتروح لكبش الفدا تقوله شوف أخوك شاطر إزاي وإنت فاشل وفضحتنا. طيب ليه بتعمل كده؟ عشان يفضلوا دايما محتاجين ليها، هي عشان تحكم فيهم، وعلشان ما يتحدوش ضدها. هي بتخاف من قوة الإخوات مع بعض، لأن قوتهم هتعني فقدان سيطرتها عليهم. في شخص دايما منسي في الحكاية دي، وهو الأب. في بيت الأم النرجسية الأب غالبا بيكون شخص ضعيف أو مسالم زيادة عن اللزوم. هو شايف الظلم اللي بيحصل لولاده، بس بيختار إنه هو يسكت عشان يشتري دماغه من نكد الأم. أو الأسوأ إنه يضغط على ولاده ويقول لهم معلش يا ولاد، دي أمكم، استحملوا عشان المركب تمشي. الأب هنا بيبقى شريك في الجريمة، لأنه ساب ولاده فريسة لمرض أمهم وما حماش حدودهم. الطفل هنا بيحس إنه وحيد تماما، الأم بتهاجمه والأب بيتفرج عليه، وده بيخلق جرح كبير قوي وعميق في نفس الطفل، لأنه بيفقد الثقة في أهم شخصين في حياته. أو ممكن يكون الأب نفسه نرجسي، وهنا الكارثة بتكون أكبر. البيت بيتحول لساحة حرب، والولاد هم وقود الحرب دي. أو الأب يكون شخص مدمن أو غايب عاطفيا، فبيسيب الساحة كلها للأم النرجسية عشان تمارس سيطرتها المطلقة عليهم. تعالوا نسمع مع بعض قصة أحمد، قصة بتتكرر في بيوت كتير للأسف. أحمد شاب عنده 35 سنة، ناجح جدا ماديا بس مكسور نفسيا. كل ما أحمد يفكر يتجوز أمه تقلب الدنيا، واحدة تقول عليها بيئة، وواحدة تقول عليها طمعانة في فلوسه، واحدة تقول دي مش هتعرف تريحك زي ما أنا ما بريحك.
الحقيقة إن الأم كانت بتخاف إن واحدة تانية تشاركها في الاهتمام والفلوس اللي أحمد بيديها لها. أحمد حكالي موقف يوجع القلب. قال لي: يا دكتورة، كنت خارج مع خطيبتي اللي بحبها جدا، وفجأة اتصلت بيا أمي وهي بتصوت وبتقولي إنها بتموت. جريت ورجعت البيت، لقيتها قاعدة بتتفرج على التلفزيون عادي، ولما سألتها قالت لي بكل برود: كنت بجرب غلاوتي عندك واشوفك هتفضل بنت الناس عليا ولا لأ. أحمد لغى الخطوبة ودخل في نوبة اكتئاب، وكان عايش في سجن عاطفي. الأم النرجسية هنا بتستخدم الابتزاز بالدين، تقوله: أنا غضبانة عليك، أنا مش مسامحاك، الجنة تحت أقدامي. وهنا لازم نوضح حاجة مهمة، إن بر الوالدين مش معناه الاستعباد. ربنا أمرنا بالبر والإحسان، بس ما أمرناش إننا نلغي حياتنا وكرامتنا وصحتنا النفسية عشان نرضي غرور شخص مريض. الجنة مش تحت أقدام الظلم، والجواز حق شرعي وإنساني ملوش علاقة بالعقوق. البر الحقيقي هو إنك تكون إنسان سوي قادر على العطاء والحب، وده عمره ما هيحصل لو أنت مكسور من جواك. في نوع تاني من الأمهات النرجسية أخطر بكتير، الأم النرجسية الخفية. دي بقى مش بتزعق ولا بتتنمر بشكل مباشر، دي بتلعب دور الضحية طول الوقت. أنا تعبانة، أنا مريضة، أنا محدش بيحبني، أنا كل اللي عملته عشانكم راح حضر. بتستخدم المسكنة علشان تسيطر عليك. لو طلبت منها حاجة تقولك: أنا مش قادرة، أنا تعبانة، أنا مريضة. بس لو طلبت منها حاجة لنفسها تلاقيها نشيطة جدا وقادرة. دي الأم اللي بتخليك تحس بالذنب طول الوقت، إنك السبب في تعبها وفي مرضها وفي حزنها. بتخليك تحس إنك لو مش موجود في حياتها هي هتموت. الطفل اللي بيتربي مع أم نرجسية خفية بيكبر وهو عنده إحساس دايم بالمسؤولية تجاه سعادة الأم، وده اللي بيخليه يفقد هويته تماما. النوع ده من النرجسية صعب جدا اكتشافه، لأنها بتظهر قدام الناس على إنها ملاك وضحية، وبتخليك انت اللي ابن عاق أو بنت جحدة. بتستخدم الصمت العقابي والدموع والشكوى المستمرة عشان تخليك تحت سيطرتها، وبتخليك تشك في نفسك وفي مشاعرك وفي إدراكك للواقع. الخطر ما بيقفش عند الأبناء بس، لأ، ده كمان بيمتد للأجيال اللي بعد كده. الأم النرجسية بتشوف الأحفاد فرصة تانية عشان تمارس سيطرتها، فتبدأ تكسر كلام الأهل قدام الولاد: تعالى يا حبيبي كل الشوكولاتة دي، سيبك من مامتك الوحشة اللي منعاك. هي مش بتعمل كده حبا في الحفيد، هي بتعمل كده عشان تثبت إنها أحسن من الأم الحقيقية. بتحاول تسرق حب الولاد وتخليهم يكرهوا أهلهم، ولو الحفيد ده مطلعش زي ما هي عايزة بتبدأ تتنمر عليه هو كمان وتطلع عليه عقدها النفسية، وبتزرع فيهم نفس بذور النرجسية أو التبعية اللي زرعتها في أبنائها. الطفل اللي بيتربى في بيت جدة نرجسية بيتعلم إن الحب مشروط، وإن العلاقات كلها صراع على السلطة والاهتمام. أخطر حاجة بتعملها الأم النرجسية مش الضرب ولا الزعيق، هي إنها بتزرع صوتها جوه دماغك. لما تكبر وتيجي تنجح تسمع صوتها بيقولك: انت مش قدها، انت هتفشل. لما تيجي تحب نفسك تسمع صوتها بيقولك: انت أناني، انت مش بتفكر غير في نفسك. الطفل هنا بيفقد القدرة ان هو يثق في مشاعره، فبيبقى دايما مستني إذن أو موافقة من حد بره. ده اللي بنسميه الناقد الداخلي الشرس. وعلشان كده رحلة التعافي بتبدأ إنك تفصل بين صوتك الحقيقي وبين صوت أمك اللي اتحشر في دماغك غصب عنك. لازم تتعلم إنك تثق في إحساسك، في مشاعرك، في حكمك على الأمور، حتى لو كان صوتها بيصرخ جواك إنك غلط. عشان تعرف إذا كنت بتتعامل مع أم نرجسية ولا لأ، ركز في العلامات اللي هقولها دلوقتي. أول حاجة المنافسة، بتحاول دايما تكون أحسن منك. رقم 2 غياب التعاطف، لو حكيت لها عن وجعك تقلب الموضوع عن وجعها هي. رقم 3 الابتزاز العاطفي، بتستخدم الدموع والتهديد. رقم 4 انتهاك الحدود،
بتتدخل في خصوصياتك بشكل فظيع. رقم 5 الصورة قدام الناس، بتهتم جدا بشكل العيلة قدام الجيران. رقم 6 النقد الهدام، بتنتقدك باستمرار تحت مسمى مصلحتك. رقم 7 الحب المشروط، بتحبك لما تكون ناجح بس. رقم 8 لعب دور الضحية، هي دايما المظلومة. رقم 9 الغيرة، بتغير من أي علاقة ناجحة في حياتك. رقم 10 الإنكار، بتحسسك إنك مجنون لو واجهتها. طيب نعمل إيه؟ هل نقطعها يعني؟ القرار ده صعب جدا، خصوصا في مجتمعاتنا وفي ديننا، لكن في حلول نفسية ممكن نعملها تساعدنا، زي وضع الحدود الحديدية ومراحل للتعافي. طيب تعالوا نسمع مع بعض إيه اللي ممكن نقدر نعمله. أول حاجة الوعي والإدراك. أول خطوة هي إنك تدرك إن المشكلة مش فيك، وإن المشكلة هي في الأم اللي أنت تربيت معاها. رقم 2 تقبل الواقع، الأم دي مش هتتغير، والنرجسية مرض مزمن ومفيش حاجة هتعملها هتخليها أم طبيعية. رقم 3 وضع الحدود. وضع الحدود يعني تستخدم سياسة الصخرة الرمادية. يعني إيه الصخرة الرمادية؟ يعني لما تبدأ تهاجمك أو تستفزك خليك ممل زي الصخرة، ما تدهاش رد فعل عاطفي، هي بتتغذى على غضبك وعياطك. بطل تبرر، ما تدافعش، ما تشرحش، قول لأ. لأ هي جملة كاملة. النقطة اللي بعد كده حاول تبقى في مسافة آمنة بينك وبينها، يعني لو أمكن أن يكون في سكن منفصل ماشي، ما أمكنش ممكن تبقى معاها ولكن تقلل الاحتكاك بيها قدر الإمكان. رقم 4 بناء شبكة دعم، حاول تدور على أصدقاء أو عيلة أو أقارب ليك تدعمك، أو حتى معالج نفسي يفهم اللي انت بتمر بيه. النقطة اللي بعد كده التسامح الذكي. في فرق كبير بين إنك تسامح علشان تريح قلبك وبين إنك تصالح وترجع للضرب والوجع. ممكن تسامحها بينك وبين نفسك وتدعي ليها، بس تحط حدود حديدية تمنعها إنها تأذيك تاني. انت مش مضطر تضحي بصحتك النفسية عشان تثبت إنك بار. البر هو الإحسان والحدود هي الحماية. آخر نقطة الاحتفال بالنجاة. كل خطوة بتعملها علشان تحمي نفسك هي انتصار، احتفل بيها. في النهاية عايزة أقول لكل ابن وابنة بيسمعوني وحاسين بالذنب، انت مش مسؤول عن سعادة والدتك، انت مسؤول عن حياتك انت. ونحط قوسين بين قوسين كده سعادة والدتك أقصد بيها الأم النرجسية. ربنا هيحاسبك على سعيك مش على رضا شخص مستحيل يرضى. الحب الحقيقي مش قيد ولا وجع ولا تقليل من شأنك. الأمومة رسالة سامية، بس لما تتحول لأداة للسيطرة بتبقى مرض. احموا نفسكم واعرفوا انكم تستحقوا ان انتوا تتحبوا لذاتكم، مش عشان انتم شاطرين في رضاء حد. انا دكتورة أمنية ودي كانت نبضة وعي، حلقة صعبة الصراحة بس كان لازم تتقال. لو حسيت ان الكلام ده لمس جرح عندك شارك الحلقة، يمكن تكون طوق نجاة لشخص تاني في سجن الحب المشوه.